إذن حالات التعذيب خبر متكرر في مصر، لكن هذه الحالة مختلفة بما حملته من جوانب سياسية، لأن ضحيتها هو السوداني يحيى زكريا. الصحف السودانية أبرزت ما وصفته بجريمة تعذيب المواطن السوداني. قالت بعضها إن نحو 15 سودانيا تعرضوا لمضايقات أو اعتداءات السفارة السودانية في القاهرة. سلمت الأربعاء الماضي مذكرة لوزارة الخارجية المصرية سلمت احتجاجا على ما سمته بتجاوزات ضد مواطنيها في القاهرة بعد احتجاز عدد من السودانيين بتهم تتعلق بالاتجار في العملة وتزوير الدولارات. بعض الصحف المصرية من جانبها ربطت بين الواقعة وبين تغيب وزير الري السوداني عن اجتماع سد النهضة. انضم معنا حول هذا من القاهرة الروائي السوداني السيد حمور زيادة. أهلا بك سيد زيادة. أهلا وسهلا. سيد زيادة، أنت يعني تعيش بمصر منذ سنوات طويلة، بالتالي هل يمكن القول أن الوضع الحالي يشهد استهدافا عنصريا للسودانيين كما يقول البعض؟ أنا لا أعتقد رؤيتي الشخصية بما أعرفه من معلومات وبما اتصلت به بعدد من الأصدقاء المقيمين بمصر ومشاهداتي الشخصية، لا أعتقد أن الأحداث التي وقعت يمكن وصفها بأنها استهداف عنصري يقصد السودانيين. أعتقد أن هناك نوع من المعلومات الخاطئة والأحداث والانتهاكات الحقيقية التي وقعت ولكن تم تضخيمها. إذا سمحت لي يمكن أن نشبهها بشكل ما بمثال يذكره السودانيون المصريون جيدا. أحداث درمان في عام 2009، في نهاية عام 2009 في مثل هذا الوقت، أحداث مباراة مصر والجزائر، عندما وقعت بعض الاعتداءات على الجمهور المصري في درمان، ولكن قام الإعلام المصري بتضخيمها بشكل كأن هناك مذابح تحدث في الشارع للمصريين، وتوترت العلاقات ما بين مصر والجزائر، والجانب السوداني أيضا أصابه كثير من الضرر. أنا أعتقد أن الوضع الآن مشابه لهذه الأحداث. هناك انتهاكات حدثت لكن لا يمكن أن أصفها بأنها عنصرية تقصد السودانيين، وأعتقد أن الوضع تم تضخيمه ربما لأخطاء في التناول. طيب، الحالة الأخيرة تحديدا حالة الحاج يحيى زكريا، هل ترى أن الشرطة يعني اعتدت عليه لكونه سودانيا، أم أنه جاء ضمن إطار عمل الشرطة العمل الروتيني؟ الحاج زكريا ليس الحالة الوحيدة التي يعني عرفت بها بشكل شخصي. هناك الحاج زكريا وهناك حالتين أيضا في قسم عابدين، أيضا لهم حالة مرضية وتم إلقاء القبض عليهم. هناك حالة أخرى في حدائق المعادي، بعضهم تم توقيفه بسبب مسألة العملة، الإتجار بالعملة، وبعضهم تم توقيفه بسبب الإقامة. وبحسب شهادة لناشط سوداني مقيم بمصر حسام عابدين، هو تم إلقاء القبض عليه من مكان سكنه واعتقل ل5 أيام بسبب مسألة الإقامة. وقال في شهادته التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أن عملية إلقاء القبض طالت سودانيين وسودانيين جنوبيين وروس ونيجيريين وعدة جنسيات أخرى بسبب مسألة الإقامة. أنا أعتقد أن الخطأ الرئيسي في هذه المسألة هي أن الشرطة لا تنسق مع سفارات المقبوض عليهم. يعني يحدث في كل أنحاء العالم أن يتم توقيف شخص سواء بالخطأ أو لأنه ارتكب جرما حقيقيا، لكن من الواجب أن تقوم الشرطة مباشرة بإخبار سفارته لتباشر معه حضور التحقيقات. كما أن الحاج يحيى زكريا يزيد في الأمر أنه نشرت صور له وأجرت يعني مقابلة صحفية قال فيها أنه تعرض للتعذيب وللضرب، وهناك صور له بوجه دامي وبأيدي مقيدة. هذا أمر يعني غير مقبول ولا بد أن يتم التحقيق فيه، وعلى حسب معلوماتي أن السفارة السودانية تتابع هذا الأمر الآن. طيب، ابقى معي سيد. نعم، سأعود معك في هذه النقطة، ولكن سيد عليمي أيضا أشركه في هذا المحور. تقارير حقوقية طبعا سيد عليمي رصدت وقائع عنصرية من مصريين ضد سود البشر بشكل عام. يعني إلى أي مدى هي ظاهرة فعلا منتشرة في مصر؟ هل هناك فعلا عنصرية؟ طيب خلينا نفصل بين الواقعة دي وبين وجود، لو بتتكلم على وجود فعلا عنصرية منظمة من النظام بشكل واضح، ده موجود بس مش في الواقع دي. يعني لو تتكلم على واقعة قتل 70 سوداني في ميدان مصطفى محمود امام المفوضية اللاجئين، ده واقعة كان فيها بشكل واضح، وانا كنت احد شهودها، فيها بشكل واضح عنصرية ضد مواطنين سودانيين. لكن لما تيجي تتكلم على اللي بيحصل دلوقتي، التعذيب في مصر بيتم بصورة ممنهجة، سواء انت مصري او غير مصري، طالما
ما انتش مواطن من دول الدرجه الاولى، يعني ما انتش مواطن امريكي، ما انتش مواطن انجليزي، دولتك هتحمر عينيها للحكومه، فده بيتم. والحكومه السودانيه كمان مش مذكور فيها، مش يعني لا يذكر لها الحفاظ على مواطنيها في الخارج ولا في الداخل، لان هي نفسها بتمارس التعذيب ضد مواطنينها. وبالتالي رايي انه تحمس الحكومه السودانيه كده وتعامل الحكومه المصريه مع الموضوع ده ليه علاقه بترتيبات سياسيه بينهم، ملهاش علاقه خالص بالواقع. يعني المواطنين السودانيين بيعذبوا في بيوت الاشباح في السودان، والمواطنين المصريين بيعذبوا في كل حته. طيب. وبالتالي ده سياسه الدولتين ماشيه بالطريقه دي. طيب سيد حمور، يعني ترددت انباء عن اجراءات عقابيه من السودانيين ضد المصريين في السودان، هل هذه الاخبار صحيحه؟ أنا أريد فقط أن أعلق على مسألة صغيرة فيما قاله الصديق الأستاذ زياد العليني. أنا أتفق معه تماما فيما قاله عن النظام المصري وعن النظام السوداني وعن مسألة حقوق الإنسان في أقسام الشرطة السودانية والمصرية. لكن لابد لي كسوداني حين أتناول الأمر أن لا أنتظر أن تحل الدولة المصرية مشكلة حقوق الإنسان بكلياتها في مصر لأتناول قضية المواطن السوداني. أنا لدي حالات انتهاكات محددة، نعم لا أعتقد أنها ترقى إلى حالة استهداف عام للسودانيين في الشوارع، لكن هناك حالات محددة علي كسوداني أن أتضجر منها وعلي أن يعني أتضرر منها، وأن أدفع سفارتي بقدر الإمكان ودولتي بقدر الإمكان التي أيضا لا تحافظ على حقوق الإنسان، والتي أيضا أنا أتشكك في حملتها الآن، لكن لابد أن أدفعها لتأتي بحقوق هؤلاء الناس. هل هناك إجراءات عقابية في السودان ضد المصريين؟ بالنسبه لما تردد للاجراءات العقابيه فانا غير مقيم داخل السودان، لكن المعلومات التي اعرفها انه لم يحدث حتى الان اي انتهاكات حقيقيه، انما هي حمله غضب على الانترنت وعلى مواقع التواصل وفي الصحف. يعني طيب. نعم يمكن ان تصنف ضمن خطاب الكراهيه، يخشى ان يتصاعد اكثر من ذلك، لكن حتى الان لم يحدث شيء. ولا اعتقد ان السودانيين في العموم لا يميلون الى العنف، فلا اتوقع يعني حدوث حالات انتهاكات لمصريين هناك، واتمنى ان يظل الامر كما هو عليه. طيب الحالات التي رصدتها من اعتداءات على السودانيين في مصر، هل يمكن أن ترقى إلى وصفها يعني ظاهرة عنصرية في مصر ضد السودانيين، ضد سود البشرة مثلا؟ هناك حالات عنصرية بالتأكيد، ليست فقط هذه الحالات، ولكن في العموم. أنا مقيم في مصر لي 6 سنوات، والوجود السوداني في مصر قديم بقدر ما يوجد في بعض المجتمعات في مصر بلد متنوعة، قدر ما يوجد في بعض المناطق احتضان كامل ويوجد معايشة، هناك أيضا طبقات وأوساط وأماكن فيها معاملة عنصرية. فلا يمكن أن أبرئ المجتمع المصري بكلياته من العنصرية، ولا أستطيع في ذات الوقت أن أصمه كاملا بالعنصرية، لكن بالتأكيد هناك حوادث عنصرية. أعتقد أن هذه مشكلة عامة لابد أن يكون لدينا في كل بلداننا في السودان وفي مصر وفي غيرها، لابد أن يكون لدينا اعتراف بهذه الحالات ووجود هذه الثقافة، وواجب الدولة أن تحاول، وواجب الناشطين والمنظمات المجتمع المدني أن تحاول إرساء ثقافة مضادة للعنصرية، أن يكون هناك قوانين. أنا لا أعتقد الآن في مصر إذا تعرضت لموقف عنصري فذهبت إلى قسم الشرطة لأقدم بلاغا لأني تعرضت للعنصرية، لا أعتقد أن أحد سيفهم يعني هذه الجريمة حتى لو كان هناك نص في القانون. أنا لست خبيرا في القانون المصري، أستاذ زياد يمكن أن يدلنا أكثر. نعم. لكن في السودان يوجد قانون مضاد للألفاظ العنصرية وهو غير مفعل، لأن القائمين عليه نفسهم لا يفهمون القانون. أعتقد أننا في حوجة لهذه الثقافة المضادة للعنصرية لوقف هذه الانتهاكات في مصر ضد سود البشرة، وفي السودان ضد بيض البشرة. هناك أيضا عنصرية ضد البيض في السودان وضد السود في السودان وفي أوروبا وفي كل العالم. نحن نحتاج لهذه الحملة. اتضحت الصورة سيد حمور. لا زال الأمر تحت السيطرة على ما أعتقد. شكرا جزيلا لك سيد حمور زيادة، مدون وكاتب صحفي وروائي سوداني، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. الشكر موصول لك السيد زياد العليمي المحامي وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي على حضورك معنا في هذه الحلقة. إذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا.